دلوقتي بالنسبه لحاله حضرتك احنا هنحتاج نعمل قسطره، لازم نتاكد ان الشرايين ما فيهاش مشكله. لو في مشكله في القسطره احنا في حل بديل، احنا ممكن نعمل اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه. تمام كويس. هي مش زي القسطره، ممكن هنحتاج ناخد صبغه زي القسطره. مش مشكله. دكتور محمد، يمكن شفنا مع بعض الأشعة المقطعية متعددة المقاطع اللي تمت على أستاذ عادل. أولا عايزين نطمن على أستاذ عادل، حالته لقيته حالة الشرايين والقلب عاملة إيه؟ الحمد لله أستاذ عادل شرايينه طبيعية تماما ومش محتاج يعمل قسطرة على القلب، والشكوى اللي عنده مش سببها الذبحة الصدرية أو مشكلة الشرايين التاجية. بالتالي احنا طمنا أستاذ عادل وأكدنا له إن هو إن شاء الله مش محتاج يعمل قسطرة. أستاذ عادل مبسوط إن أنت ما اضطريتش تعمل قسطرة؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا، بالذات إنك كنت هتكتشف إنه ما فيش لازمة. بالظبط. كنت قلقان ليه من القسطرة؟ والله يعني هو في ناس بتبقى دايما متخوفة من أي تدخل جراحي لو بسيط حتى. صح. أنا من الناس دي، فكنت بتمنى يكون في بديل طبعا. الأشعة المقطعية كتكنولوجيا موجودة من أوائل السبعينات. صح. الأجهزة اللي بنستخدمها بتبقى في الغالب 64 مقطع في البيروتيشن، في اللفة الواحدة من الجهاز. طب أستاذ عادل، هل عندك تساؤلات تحب تسألها للدكتور محمد مثلا عن حالتك؟ والله أنا كنت عايز أعرف هل كده بعد المالتي سلايدز ديت مش محتاج أنا أعمل أي فحوصات تانية، يعني كده أنا أطمن 100 ولا؟ هو طبعا احنا نحب نقول لحضرتك ان احنا من ناحية الشرايين التاجية احنا مطمنين الحمد لله، وان اي قلق كان بيساورنا من الشرايين التاجية عند حضرتك ان شاء الله دلوقتي مش موجود. بس طبعا حضرتك محتاج تحافظ على نفسك، تبطل تدخين، محتاج تتابع تحليل الدهون بتاعتك. محتاج يعمل أشعة مقطعية مثلا كل فترة ولا لا؟ الحقيقة مش محتاجين إلا لو لا قدر الله جدت شكوى جديدة. طيب بالظبط. اوكي، بشكركم جدا على حضوركم وميرسي قوي. طبعا عايزين وعد منك بقى، هتبطل سجاير ان شاء الله باذن الله. واحنا هنحاول نلاقي لك حل للسجاير كمان ان شاء الله. ميرسي جدا على حضوركم. شكرا.